ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض، هقول لكم ازاي طريقتي في تفريز ورق العنب. هقول لكم النهارده طريقتي في تفريز ورق العنب، وازاي لما باجي وقت ما بعوز استخدمه يقعد معايا سنه كامله في الفريزر زي ما هو، ما بيغيرش لون معانا ولا اي حاجه. وجربوا طريقتي ديت وادعوا لي بعد كده، وتلاقي معاكي الورق بتاعها اخضر وحلو زي العسل. اول حاجه بصوا، انا كنت جايبه ده اللي في الكيس ده، كل الكميه دي ربع كيلو. ماشي، جايبه الربع، كان في واحده معاه الربع ب15، وكان واحد كده واقف كده معاه كده، يعني مش عارفه باسماء كده فيها برضه ورق عنب. لو الناس اللي هم قاعدين في منطقتي، كان واقف بالظبط قدام الملاهي اللي في اخر الشارع، اخر شارع الزهور. تمام، كان بيبيع الربع ب10، انا جبت منه ربع ب10. اول حاجه بقى ببدا اعملها ازاي، بشيل العنقود كده، اللي هو ده بشيله كده بالراحه، بشيل كل كميه الورق، بشيل منها العناقيد دي. حابة تغسليه الأول وبعد كده تشيلي العناقيد، تمام ماشي، بس يعني شوفي الطريقة اللي تريحك. هما يعني الطريقتين صح. هو المهم انك تشيلي العناقيد وتتغسل حلو قوي جدا. انا بقى شيلت كل كمية العنقود اللي هو في ورقة العنب كلها اهوت، ورصات كده فوق بعضه. هاخده بقى اغسله 3 4 5 مرات كده كويس جدا، لحد ما يعني ايه، المية تبقى نضيفة معايا. وبعد كده احطه كده يتصفى، اسيبه بقى يتصفى خالص خالص كده من المية بتاعته كده، وينشف من المية. وبعد كده ايه، هقولكوا هنعمل ايه. بصوا بقى، انا كان عندي اللي هي العلبة كده، اللي هي مش عارفة ايه العلبة دي، فاهميني؟ لو طبعا هو الطريقة مظبوطة، تجيبي ورق فل وتحطيه طبق، اللي هو الاطباق الفل، وتحطيه ايه فيه. تمام، انا ما كانش عندي اطباق فل في الوقت ده، لان انا جبت ورق العنب ده يعني صدفة، ما كنتش اللي انا عاملة حساب ان انا هجيب بقى وافرز. وانا عشان لقيت الراجل واقف وبيبيعه ب10، فانا استرخصت واشتريت يعني وكده. هجيب بقى كل ورق بقى الورق بتاعك، هتبداي ترصيه كده كلته فوق بعضه كده، ترصيه في الطبق الفل بتاعك وتغلفيه. طيب لو ما عندكيش اطباق، هحطه في اكياس؟ لا، ما ينفعش، ولا في اكياس تلاجة ولا اي حاجه. ليه بقى؟ عشان بيتكسر منك وبيبوظ. فحاولي تشتري اطباق فل، اطباق الفل رخيصه خالص. هتشتري لك كده 3 4 اطباق كده، تقريبا الطبق بجنيه تقريبا، والله ما فاكره يعني، هم رخاص. جيبي لك كذا طبق ورصي فيه ورق العنب بتاعك، وقومي مغلفاه بستريتش راب، وحطيه عندك في الفريزر. طلعيه بقى تلاقيه زي الفل. تطلعيه على طول كده، تحطيه بقى في اللي هي في ميه سلق ورق العنب، وتطلعيه على طول كده، يبقى حلو معاكي ويطلع معاكي لونه اخضر، بس ما تغيبهوش في السلق. ليه بقى؟ لان ورق العنب طبيعي اي حاجه بتخش الفريزر بتاخد نسبه تسويه. عشان ما يتهراش منك، ما تغيبهوش كتير في ميه السلق. فاهمين قصدي؟ انا كده بقى رصيت كل كميه ورق العنب، هاضغط عليه كده بقى، واقوم قافله غطا العلبه كويس. وبعد كده هاعيد عليه كمان بلفه الاسترتش راب. زي ما كنت باقول لكم، هاقفل العلبة كويس، اضغط عليها كده واقفلها كويس، وهاغلفها تاني بالاسترتش راب، بس بعد ما ايه، يعني بعد ما افصل الفيديو وكده. هاغلفها وتحطيها في الفريزر بقى، تفضل معاكي من السنة كاملة. حاولي بقى مثلا يعني شوفي مثلا تعملي ربع مع بعضه في طبقين مثلا، او تجيبي مثلا طبق فل كبير كده، وتحطي فيه مثلا الكمية بتاعتك، اللي هي دوبك الطبق، تطلعي على قد المرة الواحدة اللي انت هتعملي فيها، ويفضل معاكي من السنة. المهم متنسوش تشتركوا عندي في القناة، وتعملوا لايك للفيديو، وتسيبيلي كومنت حلو.